السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم حنعمل وصفة الساندو. معشوقة الجزائريين، الحلوى الحاضرة دائما في أفراحنا وأعيادنا، سهلة التحضير، توجد ليه والبنة ما تتشبعش، بالإضافة إلى أنها تقطع كمية كبيرة. إذا أولا بديت حضرت صلصة الشوكولا اللي لازم تكون باردة كي نستعملها، اللي احتجت فيها 4 ملاعق من الكاكاو البني المر، ضفت لهم 5 ملاعق من السكر مع كاس حليب بارد. حركت هذه المكونات جيدا حتى حسيت السكر ذاب والكاكاو اختفى. رفعتها وحطيتها على النار، من بعد قعدت هكذا نحرك حتى ردت الغلية. نحيتها من النار وحطيت لها ملعقة تاع زبدة مع كيس سكر فانيلا. حركتهم، من بعد ضفت لهم كمية من الشوكولاتة بالحليب حوالي 70 إلى 80 جرام. حركتها حتى ذابت وخليتها جانبا باه تبرد. العجينة عملت فيها 150 جرام زبدة أو مارغرين، ضفت لهم نصف كاس سكر عادي، ضفت لهم الفانيلا. استعملت 2 أكياس من سكر الفانيلا، تقدروا تستعملوا أي نوع فانيلا سائلة أو بودرة. ضفت لهم 3 حبات بيض مع 5 ملاعق من الزيت. يعني نديت 4 ملعقة، 5 ما صورتهاش، مع رشة الملح. من بعد جبت الباتور تاعي، بديت نضرب هذه المكونات، ضربتهم جيدا حوالي 1 ل5 دقائق حتى ولا المزيج ولا لي كريمي. من بعد جبت نصف كاس من الحليب، بديت نضيف فيه بشوية وممتوعني نحرك بالباتور بهذه الطريقة. هذا هو القوام اللي حصلت عليه. بعد جبت المكونات الجافة اللي استعملت فيها الفارينة، اللي هي الفارينة والخميرة الكيميائية. الفارينة ضفت لها 2 كيسان في البداية، كيسان فارينة مع كيس خميرة كيميائية وزن 10 جرام. سعة الكاس هذا اللي راني نخدم به هو 250 مليلتر. حركت هذوك 2 كيسان تاع الفارينة مع الخميرة. من بعد لقيت باللي العجينة تاعي مازالها خاصها فارينة، لقيتها خاصة فارينة. من بعد جبت 4 كاس، زدت لها 4 كاس فقط من الفارينة، وكل واحد على حساب نوعية الفارينة اللي عنده. كاين فارينة اللي تشرب، كاين فارينة اللي ما تشربش السوائل، لانه لازم نتحصل على قوام يكون ثقيل شويه، ما يكونش كيما الكيك. هذا هو القوام اللي حصلت عليه. جبت السنيوة تاعي، دهنتها بالزبدة، واللي عندها السنيوة تاعها تلصق دير لها بابي كويسون. السنيوة تاعي فيها 30 على 25، واللي حبتها تخرج لها خشينة شوية دير سنيوة صغيرة. انا خرجت لي رقيقة شوية، ماشي عالية بزاف. سويت هذيك العجينة، سويتها جيدا في السنيوة، نلحقها كاع على الاطراف. من بعد سويت لها الوجه تاعها، وديتها في الفرن اللي كنت سخنته مسبقا على 180 درجة حوالي نصف ساعة.
وكل وحده والفرن تاعها نقعدو نعسو فيها. كي نشوفوها خذات هذاك اللون الذهبي وبدات تحمر من الاطراف، نشعلوا لها من الفوق. كي تتحمر نحوها. هنا قلبتها وخليتها بردت. من بعد بديت نقطع فيها، حيت لا هذوك الاطراف اللي يجوا يابسين تقدروا تخلوهم. من بعد بديت نقطع فيها القطع صغيره، كل وحده بالشكل اللي حباتو. كاين تحب مستطيلات طوال، كاين هذو انا درتهم مستطيلات يجوا خشن شويه، قلت لكم باسكو ماشي عاليه. كي تكون عاليه ديروها مستطيلات صغار، ولا تقدروا تقسموها مربعات الشكل اللي حبيتوه. هذا هو الحجم تاعها. جبت هذيك الصلصه تاعي بعد ما بردت، بديت نغطس فيها هذوك القطع تاع الحلوى تاعي. نقطرها، غطستها وقطرتها شويه، نقصلها هذاك الزائد. من بعد رمتها في نواه كوكو، ونفضلها هذاك نواه كوكو الزايد، ولا كانوا فيها كاش بلايص هكا فارغين ولا نزيد نعمرهم. هذيك صلصه الشوكولا بعد ما تبرد راح تلقاوها ثقالت شويه، نتوما خفوها بشويه حليب. ونرمدها في نواه كوكو. لين كملت زينت كامل الحبات تاع الحلوى تاعي بهذه الطريقه. وتحصلت على هذه النتيجه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.